بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضراتكم أينما وصل إرسالنا إليكم بث مباشر 2 من مارس 2026، 12 من رمضان 1447 هجريا. تحياتي لحضراتكم. اليوم الثالث للحرب والرشقة الثالثة من الصواريخ الإيرانية بتصل لأراضي الكيان. النهاردة إسقاط 3 طائرات على الأقل في الكويت بنيران صديقة، نيران كويتية. قصف أرامكو في المملكة العربية السعودية. حقيقة تعطيل أمازون في الإمارات المسؤولة عن الإنترنت، ودي واحدة مأثرة بشكل كبير جدا على الإمارات وعلى الخليج. قصف طال الإمارات أيضا صباح هذا اليوم. حقيقة الوضع لا يميل للتهدئة على الإطلاق. بيان خليجي أمريكي مشترك صدر بالأمس بعد انتهاء الحلقة في منتصف الليل. حقيقة بيان من أعجب وأغرب ما يكون. أنا ما فهمتوش خالص على الإطلاق. يعني أنت قاعد تقول كدول خليجية إنه أنا مش مشارك في تلك الحرب، وامريكا لا تستخدم اراضيه ولا القواعد العسكريه، ودي كلها خلاص بقت في المهلبيه وانسوها خالص كانها مش موجوده لايران. طيب تمام، انت تطلع بيان مشترك مساء مع امريكا تضامنا. يعني يا جماعه ما ده اللي احنا قلناه. حقيقه المشهد في الخليج سياسيا مضطرب جدا، واذا كان هناك من نصيحه سارددها النهارده في هذا البث وفي الحلقة بالليل على الهواء مباشرة إن شاء الله من مع معتز، إنه على الخليج أن يبتلع الضربة. يعني على الخليج أن يتذرع بالحكمة ويبتلع الضربة، ولا ينساق للدخول في الحرب ضد إيران على الإطلاق. أمريكا بتسعى لذلك وإسرائيل بكل قوة. وحقيقة المشهد من الأول الخليجي عليه علامات استفهام كتيرة جدا وعلامات تعجب. فالنصيحة المخلصة للخليج وللمنطقة وللمصلحة العامة إنه نبتلع الضربة، نبتلع الضربة الإيرانية، لأن يعني ده لمصلحة الكل، مش من مصلحتنا كلنا على الإطلاق إن احنا نتبادل الضرب أو الحرب. يعني ده مش من مصلحة حد على الإطلاق، ده في تقديرنا المتواضع. قبرص كمان بتشوفوا أهو، قبرص النهاردة بتقصف أكتر من مرة بشكل كبير جدا. إيران بتستهدف قبرص أو القواعد الأمريكية في قبرص بشكل كبير جدا. ده لليوم الثاني على التوالي قبرص بيتم قصفها. أرامكو في المملكة العربية السعودية طبعا أصيبت، اتضربت النهاردة عشان أسعار النفط. سعر النفط لسه متابعه حالا قبل ما نبدأ مع بعض على الهواء مباشرة من خام برنت على حافة 80 79 96%. وصل، ده أعلى سعر وصل له النهاردة، حافة 80 كما توقعنا بالأمس. أنا قلت الرقم ده في بث الأمس، $80 وصل له سعر النفط، وهيكون في ارتفاع. الذهب ما شفتش الذهب، خلينا نشوف الذهب سويا. سعر الذهب وصل لكام؟ الذهب 5335. 5335. دي مظاهرات رافضة للحرب النهاردة في أكتر من ولاية أمريكية، أكتر من مظاهرة رافضة للحرب كانت خرجت في أمريكا. ترامب بيحاول يلم الحكاية بكل الأشكال. ده حقيقة ومش أمنيات ولا تفاؤل بزيادة ولا أي حاجة. ترامب نفسه يلم الحكاية بكل الأشكال. امبارح الكيان بعد ما قفلنا الهوا في برنامج مع معتز قصف لبنان ردا على دخول حزب الله للحرب. قلت لحضراتكم انه
لبنان كان دخل الحرب، الجيش اعلن عن 6 صواريخ اطلقت باتجاه اسرائيل. اسرائيل ردت على لبنان بكل تأكيد. الجيش الايراني اعلن استخدام الطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو في قصف القواعد الامريكية في دول الخليج الفارسي، هكذا اعلن البيان. واقليم كردستان بالعراق، ده بيان رسمي نقلته وسائل الاعلام الايرانيه، ان طياري سلاح الجو للجمهوريه الاسلاميه نجحوا قبل دقائق في قصف قواعد امريكيه في دول الخليج في منطقه كردستان العراق على مراحل متعدده من العمليات. الغاز في اوروبا ارتفع نتيجة للحرب، واحنا لسه في اليوم الثالث باكتر من 50%، لان قطر وقفت انتاج الغاز الطبيعي المسال، فارتفع الغاز في اوروبا فورا بنسبة 50%. راس تنورة زي ما قلت لحضراتكم، ارامكو اصيبت. الكويت النهارده كان فيها ايضا قصفت القواعد الامريكية في الكويت. الكويت دفاعاتها الجوية استهدفت 3 طيارات على الاقل، ده اللي اعلن، امريكيه. الطيار والمساعد هبطوا بسلام. انا مش فاهم، هل الطيارين الامريكان لم يستجيبوا للبروتوكولات وما ردوش على الدفاعات الجويه الكويتيه ولا ايه؟ يعني ما هو انت قبل ما بتخسف طياره انت بتتواصل معاه. يا عمي، هل تجاهلوها واعتبروا السماء سمائهم؟ ما هو يعني ده برضو دليل اخر على انه يعني كلام مش منطقي، والله مش منطقي. الواحد يعني في غاية الألم للقصف اللي بينزل على الأراضي العربية في الخليج. قلت لكم الدولة الوحيدة اللي الواحد مش متعاطف معاها هي إمارات الشر والإجرام، لعنة الله على ابن زايد. يعني ربنا يرينا في يوم. دي الدولة الوحيدة اللي احنا الواحد مش متعاطف معاها. لكن الكلام الخليجي كمان كلام مش منطقي. يعني بالليل بيان امريكي خليجي مشترك، يعني والقواعد موجوده. الكويت اسقطت ال3 طيارات الامريكان، كانوا بيعملوا ايه في سماء الكويت؟ اصل هو يعني يا جماعه الكلام، اصل احنا لا نستخدم ولا بتاع، ده كلام ما يخشش على عيل صغير. فعشان كده يعني وجهه النظر المخلصه والكلام اللي مش ملزم لاي حد، رجاء ابلعوا الضربه. يعني رجاء ابلعوا الضربه. ما يعني للأسف احنا بنقول في مصر انت ملطوط، فيعني نبتلع الضربة عشان الحياة تعدي، لان مخاطر الرد، فانت مخاطر الرد تستفز الحرس الثوري اللي ايران اعلنت علي لاريجاني. قال لك وده حقيقة بفضل الله. امبارح قلت لحضراتكم ان خامنئي ده كان البلسم، وده اللي كان عامل كنترول على الحكاية. الحرس الثوري تقريبا بلا قيادة سياسية، تقريبا بلا قيادة سياسية، بينفذ من دماغه. فانت هترد على ايران زي ما اعلنت بعض دول الخليج، فايران فبدل ما تقصف القواعد الامريكية فتقصف، فيبقى بأسنا بينا شديد. وده شيء مؤلم اشد الايلام. العدو معروف، انت اللي حافظ في الحرب بالقواعد الامريكيه. ما هو مش ممكن القواعد الامريكيه، الطيارات الامريكيه النهارده اللي بتحلق في سماء الكويت الغاليه والشقيقه والعزيزه، وده من صميم القلب. يعني كانت بتعمل ايه؟ بتشارك في ملاهي دريم بارك؟ يعني الطيارات الامريكيه اللي في سماء الكويت دي كانت بتعمل ايه؟ ما هو يعني مش مشاركه في الحرب. ما هو كلام يبقى منطقي. فانت النهارده بتلومني ان انا بخسف الناس المشاركين في الحرب. اتمنى من صميم قلبي ان يلتزم الخليج يعني الهدوء والحكمة والروية، ولا ينساق وراء الشهوة العارمة الامريكية الاسرائيلية ان الخلايجة يردوا على ايران. اتمنى ده من اعماق قلبي. مصفات ارامكو في راس تنورة استهدفت بطائرة مسيرة. ما قلت لحضراتكم اللي بينضموا لينا سعر خام برنت وصل النهارده 79 وحاجه، على حدود ال 80، 79 و96، يعني $80. ولسه احنا في اليوم الثالث للحرب. اكاديميه سعوديه اسمها استاذ مضاور رشيد
كتبت وقالت: يريدون أن يقنعوننا أن القواعد العسكرية الأمريكية إما ديكور أو لحماية أمن الخليج، والآن اتضحت الصورة واكتشفنا أنها لحماية إسرائيل. عارفين حضراتكم قبل الحرب بيوم كنا بنستعرض القوات الأمريكية في الأردن، فاكتشفنا انه في قوات ألمانية وقوات فرنسية موجودين لحماية امن اسرائيل. القواعد الامريكية دي حقيقة يعني وكمان القواعد الامريكية دي كلها لحماية امن اسرائيل، وهي موجودة على الاراضي الخليجية. عشان كده بقول والله مخلصا الكلام لا يحمل الا المعنى اللي بقوله بشكل مباشر جدا: نبتلع الضربة، نبتلع الضربة، نبتلع الضربة لمصلحتنا كلنا. ليه؟ لان الوضع اصلا ملتبس وخاطئ من الاساس، وده نادينا بيه بعد ضربة قطر في ال 12 يوم. لكن الخليج لا يملك قراره للأسف الشديد، لا يملك قراره للأسف الشديد. والنهاردة القواعد الامريكية اللي في الخليج دي عملت ايه؟ هل ردت على اي حاجة ايرانية؟ القواعد الامريكية امريكا مسخرة كل قواتها لحماية اسرائيل، مش لحماية الخليج، مش لحماية الخليج. القواعد دي بتستخدم بس لما يكون في صواريخ مطلقة على اسرائيل. امن الخليج امريكا ولا يعنيها لده على الاطلاق. امريكا تدير تلك البلاد شاء من شاء وابى من ابى، يعني بكل حاجة. ملعن من هذا الموقف الا موقف السيسي في مصر، اللي امبارح بشكل لزج وحقير جدا قال لك: اطمنوا مصر ما حدش يقدر، اللهم احفظ مصر ارضا وشعبا بالامس واليوم وغدا. انما انت ايه اصلا عشان تتكلم في الحكايه؟ انت طالب تلميذ حقيقه مخلص ايما اخلاص بتأدي الواجب. قلت بلسانك بدل المرة 10 انا ما اقدرش ادخل حاجة عشان اسرائيل ما تضربنيش. انت ملتزم، ما عملتش، انت ما غبتش يوم واحد يا اخي عن خدمة اسرائيل وامريكا. البارجات الامريكية بتعدي والاسرائيلية في قناة السويس بلا اي غضاضة ومحدش يقدر يفتح بقه. حماية امن اسرائيل قايم بيها 24 ساعة ل 24 ساعة. تقلق من ايه انت؟ تقلق من ايه انت؟ انا بتضايق فعلا من التلزيق والسفسطة والكذب والادعاء في غير محله. اطمنوا على مصر بخير ان شاء الله، مصر بخير باذن الله. ايه انت مؤدي الواجب كامل جدا جدا جدا. الخدام المطيعين زيك، يعني هل انت تتخيل مثلا ان اسرائيل او امريكا ممكن يتعرضوا للامارات بسوء؟ مادية الواجب وزيادة. دي الطلبة دول اللي واقصين ضوافرهم وواقفين في الطابور يعني اصل ما تلوش عن مصر. لا ان شاء الله ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ مصر. ما تقلقوش على مصر يا اخي. لزج وحقير والله العظيم وبيجيب الغثيان. اللهم اني صايم، اللهم اني صايم. رسميا الكويت انضمت الى محور المقاومة. النصر لنا ان شاء الله. ده بيسخر ولا ايه؟ يعني ان الكويت عشان اسقطت 3 طائرات امريكية. بس الرجالة متحمسين في الدفاعات الجوية الكويتية بزيادة. معلش بشوف، بس احنا هنطمن اكتر لما ربنا ياخدكم انتم. بيتكلم على السيسي. امريكا سحبت انظمة دفاع جو من الخليج ونشرتها في الكيان، وهذا اكبر دليل انهم لا يهددون، لا يهمون امريكا الخليج. يعني ده كلام الخلايجة نفسهم عارفينه، الخلايجة نفسهم عارفينه. دي قواعد امريكية عشان تضع القيادات الامراء واصحاب السمو والملوك والبتاع تحت السيطرة وحماية امن اسرائيل. والامراء دول لو تعرضوا للخطر نساعدهم. يعني مش محتاجة يعني، وكلام ملوش لازمة، ملوش لازمة. عشان كده بقول احنا وضعنا كلنا ملتبس كأمة، فاحنا يعني محتاجين اكبر قدر من الحكمة وبعد النظر. وده وجهة نظر المتواضعة للمصلحة العامة، والله اقولها مخلصا. كنت عايز اوريكم، شفت الطيار الامريكي اللي المواطن الكويتي حطه في شنطة العربية. ده الطيار الكويتي اللي قال له
بيقول له بس افهمك انا امريكاني مش ايراني. قال له 1 مينيت 1 مينيت، انا عايزك تستنى 1 مينيت، انا ايش يضمن لي؟ دي اوقات صعبه جدا. 1 مينيت، ما تكلمنيش انت على البتاع. 1 مينيت ما مش وقته خالص انك انت تبكبك معايا، انت تخليك في الشنطه ساكت. والله معلش يا جماعه والصور انت تخليك في شنطتك ساكت، تخليك في كوزك لحد ما نعوزك. مش عايزين اي صداع ولا هرطقات بقى. اصل انا امريكي ومش امريكي، مش ضمان انك امريكي، ما يمكن ايراني ولابس امريكي. لا لا، مش قصتي، مش قصتي. فمعلش يعني، معلش والله، هي الامور داخله ببعضيها. واشنطن بوست، سيبنا بقى من الهزار. مخاوف متزايده داخل البنتاجون من خروج الصراع مع ايران عن السيطره. مخاوف داخل اداره ترامب، وانا بقول لك يعني خد الكلام ده ثقه. ترامب عايز يلم الحكايه باي شكل من الاشكال، يريد ان يعني يقفل الحرب دي باي شكل من الاشكال. داخل اداره الرئيس دونالد ترامب. على فكره امريكا النهارده، وانا بقول لكم امريكا النهارده التقارير، عده تقارير قالت ان خامنئي في حاله ذهول الامريكان، زي ما كان ترامب ويتكوف نقل عن ترامب قبل بدايه الحرب انه ازاي دول ما استسلموش على الايرانيين. الامريكان النهارده التقارير اكيد اطلعتوا عليها، في حاله ذهول خامنئي ما كانش تحت الارض. مش احنا كنت سالنا اول يوم وقلنا يعني بعد كل الاغتيالات الكبيره اللي حصلت في ايران ده، خامنئي يعني طبيعي يكون مختفي تماما، مش تحت الارض، ده في تحت الارض السبعه، او يكون في العراق مثلا، او في اي حاجه. مش ممكن يكون خامنئي. انت ازاي كده؟ طلع خامنئي يعني كان عايز خلاص، شايف ان السن كبر. ده الامريكان اللي بيقولوا يشهد لك العدو، قال لك خامنئي ما كانش تحت الارض. خامنئي احنا فوجئنا ان خامنئي موجود فوق الارض، فكان اغتياله سهل. دي التقارير الامريكيه اللي خرجت. اكيد التقارير الامريكيه اللي خرجت مش هتشهد لخامنئي يعني. اكيد الامريكان مش الشيعة هيشهدوا لخامنئي، ولا يشهدوا لعدوهم في عز الحرب. اكيد تقريرين امريكيين على الاقل قالوا ان خامنئي ما كانش تحت الارض. خامنئي كان في نيته، ولا نزكي الله احدا، تبقى دي النهايه. هو عارف ان هو الاستهداف الرئيس. وزعت لكم امبارح ان احنا سبقنا الحرب اسبوع، قلت لك ان خامنئي عنده قصه او خطه بديله، لانه سواء بالعمر اللي بلغ منه ارذاله او سواء بالاستهداف الامريكي، هو عارف انه قاب قوسين او ادنى. طيب، مخاوف متزايده داخل اداره ترامب ووزاره الحرب من احتمال خروج الصراع مع ايران عن السيطره، في تسريب يعكس حاله من الارتياب تسود المؤسسه العسكريه الامريكيه. ونقلت الصحيفه الامريكيه عن مصادر مطلعه ان هناك قلقا متزايدا من احتمال اتساع نطاق المواجهه مع ايران بشكل يصعب احتوائه، خاصه مع توقعات باستمرار الاشتباكات لعده اسابيع قادمه. واوضحت المصادر ان مسؤولين رفيع المستوى يشعرون بالخشيه من الضغط المتزايد على مخزون انظمه الدفاع الجوي لدى الولايات المتحده، مشيره الى ان اعتراض صاروخ واحد يتطلب عاده استخدام صاروخين او 3 من صواريخ الدفاع الجوي الامريكيه، مما قد يسرع استنفاذ المخزونات في حال استمرار التصعيد. وعلى فكره ايران استخدمت الحركه دي في حرب ال 12 يوم، لما استنزفت اسرائيل بالصواريخ القديمه المتهالكه اللي ملهاش اي قيمه، عشان منظومه الدفاع الجوي تفرغ اكبر قدر من الصواريخ. في صاروخ كويس قوي، التقرير ده كان الشيطان هينسيني، ومن الشياطين المفروض متسلسله في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. كان في صاروخ امبارح ايراني كان عجيب جدا. انا شفت التحليلات امبارح CNBS CNBC وعلى CNN. الصاروخ عمل مناورة، طلعت عليه صواريخ الدفاعات الجوي في سماء اراضينا المحتلة. فجأة الصاروخ طلع منه 4-5 رؤوس، منهم راس راحت بسرعة رهيبة جدا، عملت ضربة طبعا لم يستطيعوا اعتراضها. والصاروخ ده كان اول ظهور ليه بالامس، يعني لم تشارك به ايران في الحرب. صاروخ عجيب جدا،
صاروخ عجيب جدا طلع منه 5 رؤوس، راس منهم بقول لك بسرعه شديده جدا ضربت الارض. حقيقه انا بترقب ايه التحليلات بخصوص هذه الصاروخ. طيب ده بالنسبه لامريكا. القياده المركزيه الامريكيه الدفاعات الكويتيه اعترفت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ. وكالة الأنباء الرسمية الألمانية بتؤكد النهاردة للمرة الثانية، وزير الخارجية الألمانية بعد تصريحات بقى ستارمر البريطاني إنه داخل الحرب دفاعيا لحماية، وقعد يقول هفلطة مبررات وحماية البريطانيين 80,000 في الخليج والدفاع، وإحنا بس هندافع مش هنهاجم. فألمانيا بتقول أنا ماليش في اللعبة. وزير الخارجية الألمانية يعلن عدم مشاركته أو دخول ألمانيا في الحرب ضد إيران بأي شكل. ليندسي جراهام بقى كنت سايبها للآخر في تصريحات. ليندسي جراهام ده كمان من الألسنة اللي ربنا مسخرها عشان من في قلبه صمم وفي أذانه ويفوق. ليندسي جراهام بيقول إيه؟ أن الهدف من الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي وإحلال قيادة جديدة هو أن هذا الانهيار قد يتيح فرصة للمملكة العربية السعودية للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مما يضع نهاية للصراع العربي الإسرائيلي، باعتبار أن السعودية تعد مركز العالم الإسلامي وحامية الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. ويقول أنه زار هاتين المدينتين عدة مرات من قبل، بغض النظر أنه المفروض ما يزورهمش يعني، ولكن اختلط الحابل بالنابل من فترة ليست بالقصيرة في المملكة العربية السعودية. ده بيت تشميش اللي اتضربت بالأمس بتتابعوهم، الملجأ اللي اتضرب حقيقة، والذي لم يعترف الكيان بعدد قتلاه صراحة حتى اللحظة. امبارح وانا بعلق لحضراتكم على اني بقول انه انا عندي تشكك في التقرير اللي عملته نيويورك تايمز او واشنطن بوست، مش فاكر، بخصوص ان المصادر اللي بتقول ان السعودية كانت بتلح على ترامب في قصف ايران، وان لم تقصف ايران هتخرج اقوى من الاول. وقلت ان ده غباء، بعيدا عن كل بقى التعبيرات او المصطلحات اللي حضراتكم عارفينها، ان ده غباء سياسي منقطع النظير، وان السعودية كأنها بتقول هيت لك، بتغلق الابواب بتقول هيت لك. وده اللي احنا بنقوله مبكرا جدا، لانه في حالة استبدال النظام الايراني بنظام امريكي اسرائيلي، فحضرتك انتوا هتعاملوا معاملة خلاص بقى ده العائق بقى، ما هو محور المقاومة ده العائق بين التطبيع وبين هؤلاء. فضل مين؟ الاخوان الامارات ومصر والاردن والسعودية حابسينهم، ها، اللي هم مش دول العائق، مش دول الصوت اللي بيقول لا للتطبيع، لا للتطبيع، مش ده الصوت. طيب والمحور بقى الشيعي باستبدال النظام الايراني مش هيبقى له وجود، فيبقى الكل بقى مطبع بقى خلاص بقى، محدش يعارض يقول له ليه انت بت بره النهارده، ليه بت بره النهارده يا سوسن سوسن هتبات بره عادي ما جراش حاجه، وسمية هتبات بره عادي ما جراش اي حاجه بقى خلاص. ما هو مفيش حد يقول عيب، صح؟ ما المنطقه دي في حد بيقول فيها عيب، رايك فيه كويس وحش، لكن في حد كان بيقول عيب، فسوسن هتبات عادي بقى في اي مكان. فليندسي جراهام بيقول لكم يعني احنا غرضنا من الاغراض، وده كلام يعني ما اعتقدش انه مفاجئ، لكن مهم جدا يكون، المفروض انه الكلام مؤلم في ذلك التوقيت، يفهمنا مين الاخطر اشد خطورة، ان في شر وفي اشر. فليندسي جراهام بيقول لك انه فرصة الاطاحة بالنظام الايراني احلال قيادة جديدة، الهدف يتيح فرصة للمملكة العربية السعودية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وده مشهد لا يحتاج لأي تعليق لا يحتاج لأي تعليق حقيقة. خلاص بيت ما فيهوش راجل ولا في أخ كبير، خلاص سوسن هتعمل اللي هي عايزاه، مع الاعتذار لسوسن وكل سوسن والله العظيم هي جت بس كده، كل سنة وانتم طيبين. ترامب لم فلوس الخليج وتراكم عراه في واجهة ايران، للأسف. ماذا لو خرجت السعودية ببيان فقط صريح ضد دكهمة؟ يا راجل
يا راجل بعد يعني بيوتنا عورة. انا قلت امبارح التعبير، الكلام ده مؤلم جدا والله على النفس، لكنها الحقيقة. انا قلت التعبير ده امبارح، بيوتنا عورة. ده احنا مش عارفين احداثيات بيتك. انت اللي هيخرج من السرب. لسه كان بيحكي توماس ماسي، قال لك احنا 7 تريليون دولار في 30 سنة امريكا صرفتهم عشان اي نظام يخرج عن طوع اسرائيل يتم الاطاحة بيه في المنطقة. فبالك بقى اثناء الحرب وبتاع، انت هتيجي اللي ما عملش راجل في ايام السلم هيعمل راجل في ايام الحرب. يا عم ارحمنا، يا عم ارحمنا. يا ريت، يا ريت اللي بتقول عليه ده حضرتك، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. الدكتور محمد البرادعي، رئيس الطاقة الذرية الاسبق يعني، بينما يعرب مؤيدو العدوان الامريكي والاسرائيلي عن دعمهم المطلق لهدف منع ايران من امتلاك سلاح نووي، فانهم يلتزمون صمتا مطبقا حيال الترسانة النووية الاسرائيلية المجاورة. وبالمثل يكثر الحديث عن الارهاب دون التطرق لاسبابه الجذرية، عقود من الحروب الاقليمية والاحتلال الى جانب التطهير العرقي والتجريد من الانسانية. لقد بات النفاق وازدواجية المعايير امرا يفوق الوصف. والله انها ايام ثقيلة، انها ايام ثقيلة، ايام ثقل. اشوفكم بالليل ان شاء الله في مع معتز على الهواء مباشرة. دمتم بخير، ربنا يحفظ الامة واراضيها ويكتب لها الخير، ويستبدل الخانعين والمجرمين والمطبعين باهل الحق. ولا تستوحشن، انصح نفسي قبلكم، طريق الحق لقلة سالكيه، فانت الجماعة ولو كنت وحدك. الله غالب. الى اللقاء.